لو كنت فاكر يا صديقي ان الالعاب المائية او الزلاجات المائية مصممة للاطفال بس تبقى غلطان. وانا جاي النهاردة عشان اصحح لك المعلومة ديت، ان الزلاجات المائية بقت اكتر اثارة ومتعة، وبتوصل لاكتر من 15 دور، واللي على الرغم من خطورتها الا ان احنا بنلاقي اقبال كبير جدا، وبالذات في فترة الصيف والاجازات، على الزلاجات المائية. اهلا بيكم، انا احمد اليسري من قناة اهي سهلة اهي، والنهاردة هنتكلم في حلقتنا عن اطول زلاجات مائية حول العالم. بس قبل ما نبدأ تعالوا ناخد شوية حسنات بان احنا نصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. صليتوا على سيدنا رسول الله؟ يلا بينا. واول زلاجة معانا هي الزلاجة ليبو فيس، ودي معناها قفزة الثقة، وده اسم على مسمى بصراحة. ودي موجودة في جزيرة الأطلسي البهاما، ودي واحدة من أخطر الزلاجات المائية في العالم، يعني هتقول الشهادتين قبل ما تركبها.